بما ان شم النسيم جاي في رمضان، تعالوا ناكل اكله حلوه قوي من غير ما تعطشنا ومن غير ما نعمل الفسيخ والرنجه. كده كده فاضل لنا اسبوع وناكلهم، فتعالوا ناكل اكله حلوه قوي ونظبط الدنيا مع رمضان ومع شم النسيم. اول حاجه صباح او مساء الفل على كل حبايب قلبي اللي بيتابعوني وكل حد يوصله الفيديو ده. يلا نقول بسم الله وتعالوا نشوف هنعمل ايه في اكلتنا النهارده. اول حاجه احب ارحب بكل الناس السواحليه اللي هتتفرج على الفيديو ده. يا جماعه انا هعمل صينيه صياديه بس مش زي الصياديه بتاعه بورسعيد او اسكندريه. اول حاجه انا هجيب عندي بصل كتير واقطعه كويس زي ما انتم شايفين كده، وابتدي ان انا اشوحه. انا هنا بشوح البصل، مش عايزاه ان هو يحمر قوي، وهنزل عليه بمعلقه توم مفروم، وهبتدي ان انا اشوح الاتنين لغايه اما اشم ريحه التوم مع البصل وهم بيتحمروا. خدوا بالكم يا جماعه، الاكله بتاعتنا النهارده او صينيه الصياديه النهارده المصري اللي هي القاهري هتتعمل ببصل كتير. كل ما تديها بصل كل ما يبقى طعمها حلو. وهنزل عليها كمان بنص كيلو او كيلو الا ربع طماطم مضروبه في الخلاط، هتتسبك مع بعضها هي والبصله. طبعا انتوا شفتوا ان البصله والتومه ما خدوش لون محمر قوي. وبعد كده بقى انزلي بالتوابل بتاعتك. اول ما تلاقي الطماطم بدأت ان هي تصلصل معاكي كده، هتحطي شطه وفلفل وكمون، وهتحطي ملح طبعا ابيض، وهتحطي نص معلقه سكر عشان تمنع اي حرقان او حموه على الصدر. بعد كده كان عندي نص كيلو جمبري، قلت ان انا برضو اتبله واجهزه بمعلقه توم مفروم وكمون وليمون كتير. مش هنحط خل يا جماعه، الخل ساعات بيهري الجمبري. وهنسيبه يتبل على جنب طبعا، وده هنعمل من النص ده برضو صنفين. هاجي بعد كده للطماطم اللي اتسبكت شويه معايا، هديها كوبايه ميه مغليه تغلي شويه كمان، وهنزل بالسمك اللي عندي. انا كنت قاليه سمك بلطي ودنيس، فسبت البلطي طبعا على جنب، وانا عملت دلوقتي الصياديه دي بالدنيس. حاولت ان انا اعمل سمك حلو قوي. طبعا حبايبنا الاسكندرانيه بيحطوا الشبار الصغير من غير ما يقلوه في قلب الصلصه على طول. المهم هنيجي بعد كده نعمل تتبيله صغيره للجمبري. هحط كرفس مع طماطم مع بصل، وكمان انت عارفه ان انت متبله الجمبري، بس برضو هتدي تتبيله للخضار بتاعك. رشه كمون مع رشه مثلا عايزه تحطي توابل السمك ممكن، وتقلبي الخضار بتاعك وتنزلي بنص كمية الجمبري بتاعك والليمونتين اللي عليه. وطبعا باقي التتبيلة اللي هي التومة اللي فيه كلها نزليها على الصينية. وتعالي هاتي كمان معلقتين 3 زيت، قفلي بيهم صينيتك الحلوة وحطيها على طول، يا إما في الفرن يا إما تاخد غلوتين على البوتاجاز من فوق. طبعا احنا عارفين الجمبري ما بياخدش 5-6 دقايق ويستوي. هاجي بعد كده اكون مدخله صينيه السمك بتاعتي في الفرن، هبص عليها اسيبها تحت الشوايه تاخد لها لون، وادي الجمبري بتاعي اللي على البوتاجاز او على برضه في الفرن تحت الشوايه خد اللون الفسفوري الحلو قوي واستوى. كده بقت اكلتنا على الاقل 3/4 مستوي. طب هنعمل ايه كمان؟ هجيب بعد كده هطلع خلاص بقى السمك بتاعي من الفرن لانه كده خلاص خد الوش بتاعه بقى زي الفل. هبتدي ان انا عندي اخر ربع كيلو جمبري، هبتدي ان انا اعمل فيه ايه. عايزه ان انا اقليه برضو واحمره واجهزه. قشر نص الجمبري كله انا عملت بيه شوربه حمراء، حطيت عليها بصلايه وطماطمايه ونص معلقه بابريكا ونص معلقه كمون، وسبتهم يغلوا شويه على النار. وطبعا حطيت عليهم كمان نص معلقه شطه وخليتهم يغلوا، وكده بقى عندي شوربه حمراء. والسمك والجمبري وكله رتبته وعملت بيه سفره حلوه قوي. والرز الخطير ده كان عليه بصلايه متحمره مع طماطمايه مع نص معلقه قرفه مع كوبايتين رز. وفعلا طلعت أكلة جميلة قوي. كل سنة وانتم طيبين، مسيحيين ومسلمين، كل سنة وانتم طيبين ودايما متجمعين وفي خير وسعادة وهنا. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.